بلاغ ضد إمام عاشور ومحمود كهربا بسبب الممنوعات. تعال أقول لك إيه اللي حصل. واحدة بتدعي إن هي مرات إمام عاشور واسمها داليا، بتقدم فيه وفي محمود كهربا بلاغ إن هما بيجيبوا ممنوعات وهم جايين من بره وبيتاجروا فيها وبيتعاطوها. جه الرد سريعا من إمام عاشور إن هو عمل بلاغ ضد المحامي اللي قال عليه كده، وطبعا قال إن هو البلاغ ده متقدم فيه من غير دليل، وعلشان كده رد إمام عاشور بسرعة، ولكن النيابة هتفتح تحقيق في الموضوع وهتتأكد إذا كان البلاغ ده فعلا صح اللي هي مقدماه الست اللي اسمها داليا والمحامي بتاعها ضد إمام عاشور وضد محمود كهربا. هل هم فعلا بيتعاطوا مخدرات أو ممنوعات وبيجيبوها من بره وبيتاجروا فيها والكلام ده كله، ولا لأ؟ لسه هنشوف. انتوا بقى قولولي في كومنتات، هل تفتكروا فعلا محمود كهربا وإمام عاشور بيتعاطوا ممنوعات وبيتاجروا فيها ولا لأ؟ قولولي في كومنتات.